مساء الخير أصدقائنا أصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. في الفترة اللي فاتت في ناس كتيرة اتقبض عليها بسبب التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات، سواء كان التلاعب ده بالسير بدون لوحة معدنية أو بتغيير أرقام السيارات أو طمسها أو تعديلها. تعالوا مع بعض نشوف قرارات السيد النائب العام بشأن جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات. تعالوا نشوف. وجه معالي المستشار محمد شوقي النائب العام نيابات جمهورية مصر العربية كافة للعناية بكل جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية. وأوضح النائب العام في بيان اليوم أن التوجيه يشمل جرائم القيادة بدون لوحات أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها على اختلاف صور التلاعب، وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم. ويأتي ذلك في ضوء ما لوحظ للنيابة العامة من تواتر ارتكاب تلك الجرائم وما لذلك من أثر في محاولات الإفلات من العقاب والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي تلك الجرائم المختلفة. عزيزي قائد السيارة، خلي بالك وما تحاولش تتجاوز في القانون، لأن القانون فوق الجميع. يا رب نكون قدرنا نفيدكم واستفدتوا معنا، وتابعونا على الصفحة بتاعتنا محامي الشارع على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. متنساش تعمل شير وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد من برنامج محامي الشارع. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.